بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الوصفه الجميله اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بمكونات سهله وبسيطه، موجوده طبعا في كل بيت. دي بطاطس محشيه بالجبنه، هنعمل مع بعض محشيه وساده. قبل ما نبدا مع بعض الوصفه، لو عجبك الفيديو حط لايك عليه وشاري مع اصحابك وحبايبك، وما تنسيش تقولي لي رايك تحت في التعليقات. ولو عايزه نعمل معاكي فكره اي فيديو يا ريت برضو تكتبي لي تحت في التعليقات وانا هعملها معاكي. هنعمل بقى الكميه ديت من اي كميه بطاطس موجوده عندك. هنعمل الجمال اللي انتوا شايفينه ده، يبقى طبق جنب الفطار على السحور. هنجهزها ونحطها في الفريزر وهتطلع على التحمير على طول. يلا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. معايا كمية البطاطس دي غسلتها كويس وقطعتها نصين وهسلقها بقى كده. هنزل عليها بمية مغلية عشان برضو ما تاخدش سوا كتير. هنزل بالمية كده اغطيها بمية وهملحها بقى، واحط مكعب توم من الفريزر لو ما فيش توم متفرز. فصين 3 توم برضو يتسلقوا معاها بيديها ريحة حلوة. حطينا التوم وهنحط الملح بقى التمليحة بتاعتها. طبعا المعلقة دي صغيرة فانا حطيت 3 معالق. هولع بقى تحتها واسيبها تستوي. هتستوي وارجع اقول لكم هنعمل ايه. احط دي قشر ليمونه كده، بحطها عشان الحله بتاعتي ألمونيا مع الغليان ما تسودش. وكده استوت البطاطس وقشرتها وهرستها. اي هراسه عندك او كوبايه او برطمان وبتهرسيها تنعميها كده. معايا هنا معلقتين كبار نشا، ملح. هنحط بقى الملح اللي يملح الكميه اللي معانا دي. معلقه كمون صغيره، معلقه مرقه ماجي بودرة، لو مفيش بودرة تبقى مكعبات وتهرسيها برضو كده. فلفل اسود معلقة برضو صغيرة. معلقة توم بودرة، معلقة بصل بودرة. وهنقلب ده كله في البطاطس كده ونهرسها. لازم تتأكدي ان هي مهروسة كله وكل البهارات دي اختلطت بيها كويس. ههرسها انا بايدي واقلب فيها كل البهارات دي. وكده بعد ما قلبتها كويس هنشوف بقى دلوقتي هنجهزها ازاي. انا هعمل منها سادة ومحشية. هعمل كده اصابع سادة بكل سهولة، ازاي بتتشكل معاكي. تقدري ترفعي عن كده او تكبري عن كده براحتك. كده عملت، وريتكم اول نوع هعمله اللي هو الصوابع السادة. هعمل بقى دلوقتي قراص واحشيها جبنة موتزاريلا. هاخد حتة كبيرة شوية طبعا عن اللي انا عملتها الاولانية دي. احط بقى الجبنة اللي عندي، اي جبنة موجودة عندك بقى تقدري تحطها في الوصفة دي، شيدر، موتزاريلا، جودة، اي نوع. ممكن كمان تحط قريش، تخلطيه مع اي نوع جبنة برضو وتحشي بيه. وكده عملت النوع التاني. هجهز انا بقى الكمية كلها وارجع لكم. كده بعد ما جهزتها حشيت كمية وعملت كمية سادة. طلعت معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي. معايا هنا بيضتين حطيت عليهم رشة فلفل اسود ورشة ملح صغيرة. هقلبهم كده مع بعض. هرج البيضتين كده مع الفلفل الاسود. وكده بقى جاهز عند البيض. معايا هنا ده الكريسب اللي انا كنت جايباه بتاع البانيه من عند العطار، برضو كنت عاملاه معاكم اوريه لكم في فيديو مشتريات مع بعض. برضو تبلته بشوية ملح وشوية فلفل، لان طبعا
بيبقى ملوش طعم عادي، يعني معلهوش ملح او توابل. فانا تبلته. هجيب بقى البطاطس، انزل الاول في البيض كده، اشيلها من البيض، اغلفها بقى في الكريسب ده. تخيلوا بقى الطعم ده في الاخر هيبقى عامل ايه، بجد حكاية جميل. هضغط عليها كويس كده عشان اتاكد ان هي اتغلفت كويس. اطلعها بقى في طبق هنا جنبي. هعمل بقى دي كمان اوريكم واكمل انا مع نفسي بقى عشان ما اطولش عليكم. سهلة جدا. طبعا لو عندك بطاطس تقدري تقومي تعمليها وتجهزيها عندك في الفريزر، زي ما قلت لكم بتبقى طبق على الفطار او على السحور، او حتى لو قبل رمضان عادي جميلة. هغلف دي كمان كده بالكريسبي كله. وكده ديت خلاص خلصت معايا. هكمل انا بقى كله مع نفسي وارجع اوريها لكم واقول لكم هنعمل ايه. وكده بعد ما جهزت الكمية اللي معايا كلها كده هشيلها بقى في الفريزر تتجمد وتبقى جاهزة بقى على التحمير. بعد ما تتجمد اعبيها بقى في اكياس، اتاكد ان هي اتجمدت مش هتمسك في بعضها. وكده بعد ما حطيتها في الفريزر سبتها ساعتين في الفريزر اتجمدت ازاي. كده هتحطها في علب بقى او في اكياس، وتبقى كل واحدة لوحدها مش هتمسك في بعضها. تطلعي الكمية اللي انت عايزاها تحمريها في اي وقت. شايفين بقت جاهزة معايا وماسكة نفسها ازاي. هعبيها دلوقتي انا في اكياس وهحمرها معاكم برضو واوريها لكم. كده جمعتها كلها على الصينية وهجيب اكياس بقى واعبيها. تقدري بقى تحطي في كل كيس على عدد اسرتك، وتطلعي الكيس على التحمير بيبقى جاهز عندك. الحاجات دي زي ما قلنا بتوفر معانا وقت ومجهود في الصيام، وتخلي الفطار تجهيز الفطار ما ياخدش معانا وقت. كل التجهيزات دي بنعملها عشان ايه، نقوم على السريع كده واحنا صايمين نجهز الفطار من غير تعب. زي ما قلت بقى عبي على حسب افراد اسرتك وبراحتك بقى الكمية اللي انت عايزاها. وتقدري برضو لو في يوم عندك عزومة او جايلك ضيوف تطلعي كيستين بدل ما كنت بتعملي كيسة كيستين. دي بقى حاجة ست البيت بتعرف تتحكم فيها. تقدري برضو تفتحي كيستين تاخدي من اللي هي المحشية والسادة براحتك بقى. كده انا جهزتها معايا. هعبي انا بقى كله واحمر دلوقتي معاكم. انا جبت الكمية دي هنحمرها مع بعض. بجد لو جربتوها هتحبوها وهتعملوا منها كميات كتير، وخصوصا ان البطاطس رخيصة في السوق. يعني انا لما جبت البطاطس ديت كانت ب5 جنيه في السوق، مش عارفة دلوقتي بكام. يعني لو جبت 2 كيلو ب10 جنيه هتعملي الكمية اللي انت شايفاها دي. تقدري بقى تكتري تقدري تعملي كيلو واحد براحتك. معلش عن الدوشة اللي برا دي، بس انا قلتلكوا قبل كده ان انا بيتي على الشارع من كل الجهات. كده هتحمريها بقى تطلع مقرمشة من برا وطرية من جوا، وطبعا اللي فيها جبنة بتبقى سايحة، حاجة كده جميلة. اطلعها بقى اللون ده كده، صفيها على مناديل. طبعا زي ما قلنا قبل كده اي حاجة بنجهزها تقدري لو عندك اير فراير تطلعيها وهي متجمدة تحطها فيها تتحمر تبقى صحية اكتر. وعلى فكرة دي كمان ممكن ترش عليها رشة زيت ببخاخة او بفرشة وتحطها تحت الشواية هتتحمر في الفرن تبقى صحية اكتر برضو. دي حاجة براحتك بقى وبترجع لك. المهم ان انا عايزاكي تجهزيها عندك وتحضريها في الفريزر، وانا متأكدة ان هي هتعجبك. وكده خلاص حمرت معاكم الكمية دي مقرمشة من بره ازاي. وطبعا هي لونها افتح من كده بس الكاميرا هي اللي مغمقاها. وتقدري برضو تتحكمي انت في اللون وانت بتحمريها. هكسر معاكم انا دلوقتي واحدة واوريها لكم. شايفين الجبنة
سايحة ازاي جوه وبتمط، جميلة بجد. اتمنى منكم تجربوها، واللي تجربها تقولي رأيها ايه. وكده يا حبايبي اكون خلصت الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك عليه، ويا ريت تشيريه مع اصحابك وحبايبك. وهحط لكم لينك الصفحه بتاعتي على الفيسبوك في اول تعليق، ما تنسوش تروحوا تبصوا عليها. واللي منكم مش عامل متابعه للصفحه يا ريت يعمل، هتلاقوا عليها حاجات كتير حلوه غير اللي بنزلها معاكم هنا. ولو عايزين فكره اي فيديو برضو ما تنسوش تكتبوه تحت في التعليقات وانا هعمله معاكم. شايفين الجمال؟ سلام.